ايمان بعت لها جوزها واحد واداله المفتاح وقال له اعتدي عليها وصورها عشان يساومها، يا اما يفضحها او تتنازل عن حقوقها وعن قيمتها. الحكايه بدات في الدقهليه لما حسين رجع من العراق بعد ما قعد فيها 24 سنه مع امه وابوه، ام عراقيه والاب مصري. الاب بنى بيت وجوز ابنه الكبير وبقى الدور على حسين. حسين ابوه كان فاتح له محل ملابس جاهزه، وهو في المحل اتعرف على ايمان، بنت في تانية اداب قسم فرنساوي جامعة المنصورة. أخلاق إيمان وأدبها خلى حسين حبها وطلب من أبوه يجوزها له، والأسرتين كانوا سعداء جدا، وبنت دخلت بيتها وربنا أكرمها في أول سنة وخلفت ولد. وبرغم سنها الصغير ولكنها كان عقلها كبير، قدرت توازن ما بين بيتها وشغلها ومذاكرتها وابنها. أهل حسين كانوا بيحبوها جدا، ولما خلفت ولد سموه علي على اسم علي هي رضي الله عنه. بس ابو حسين اتفاجئ بيه بيطلب منه انه هو عايز يتجوز واحده تانية ويطلق ايمان عشان يتعرف على واحده في المحل وبيحبها اكتر من ايمان. الاب اتمسك بايمان وقال له مش هتقدر تعوضها، ايمان اخلاقها وادبها مفيش حد يعلى عليها، واللي انت تعرفها دي كفايه ان هي تعرف واحد متجوز. وطلب الاب من ابنه انه يحافظ على بيته وعلى ابنه، والاب هدده لو انت استمريت في الخطوه اللي انت عايز تعملها دي انا مش هقف معاك ولا هساعدك بولا مليم. ولكن حسين كان ليه راي تاني. حسين بعت لايمان واحد عشان يخش عليها البيت ويصورها ويهددها ويساومها على انها تتنازل عن كل حقوقها مقابل انه ما يبلغش عنها ويتهمها بالزنا. وفعلا كلم واحد شغال عنده اسمه احمد وقال له تروح للبيت واداله المفتاح وقال له ايمان غلبانه وطيبه، مجرد ما تخبط عليها وانت لابس النقاب وتطلب المساعده هتفتح الباب وتديك اللي انت عايزه، وهي مش هتشك فيه. بمجرد ما تدخل قلعها هدومها واعتدي عليها وصورها وهات لي صور وانا هتصرف فيها. احمد قال له طب وهي لو ما فتحتليش؟ قال له لا هتطمن هتفتح، ايمان غلبانه وبتساعد اي حد بيطلب مساعده. الولد خد المفتاح منه ونفذ الخطه بالظبط، وطلع العماره وخبط عليها وهو لابس النقاب وطلب منها المساعده، وايمان قالت له هجيب لك حاجه. ولما دخل سابت الباب مفتوح، واللي اسمه احمد ده دخل وراها وتهجم عليها، بس ايمان دافت عن نفسها وعن شرفها لدرجه ان احمد ما لقاش فرصه قدامه غير انه يخنقها، وكان على ايدها ابنها اللي عنده 9 شهور وحضر ده كله. ولما ماتت قلعها واغتصبها وسابها ومشي. حسين روح البيت في ميعاده وفتح الباب لقى ايمان على الارض ميته وابنها جنبها. اتصل باهلها وباهله واتصل بالشرطه، والطب الشرعي قال كلمته، قال ان هي اتخنقت وبعد ما خنقها اغتصبها. وطلع تصريح بدفن الجثه. وكان حسين مع الناس اللي رايحين يدفنوها حالته صعبه جدا لدرجه انه صعب على حماته، وكانت بتقول يا جماعه قعدوه يا جماعه اكلوه، ده حسين تعبان، ده حسين هيقع من طول. خيوط الجريمه بدات تظهر لما الامن جاب الكاميرات وبدا يفحصها، ولقوا ان في واحده منقبه طلعت العماره عند ايمان في الميعاد ده. ولما بداوا يدققوا النظر لقوا ان لابسه النقاب دي راجل، وقدروا يتعرفوا على شخصيته وان اسمه احمد رمضان. والعجيب في الكاميرات ان لقوا في ايده مفتاح بيفتح بيه باب البيت اللي فيه ايمان. وتم القبض على احمد رمضان اللي اعترف بكل حاجه، وقال ان جوزها حسين هو اللي طلب منه يعمل كده مقابل 100,000 جنيه، طلب منه يصورها عشان يساومها بالصور، بس هي قاومته بشده وما قدرش يعمل اي حاجه غير لما يقتلها. وكانت الصدمه لام ايمان وابو ايمان اللي كان بيقولوا ان حسين كان بالنسبه لنا ابن، عمرها ما اشتكت منه وكانت دايما بتحبه وكلامها عليه كويس. بس اخت ايمان قالت ان من شهرين ايمان اشتكت لها من حسين وقالت انه بيخونها، وهنا المحكمه ما فتحتش اي باب للرحمه للزوج او لشريكه، عشان الزوجه اللي ماتت وهي بتدافع عن شرفه ما كانش تستحق منه كده. وصدر الحكم على حسين وشريكه بالاعدام. ولو كنت وصلت لغايه هنا عليك انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، واشوفك في الفيديو القادم ان شاء الله، وشوف باقي الفيديوهات في القناه اكيد في حاجه هتعجبك.